ومن مظاهر قلة الحياء في مجتمعنا كشف العورة يا عباد الله، كشف العورات وعدم سترها. فيا سبحان الله، كلما يحل فصل الصيف إلا وترى هذا المظهر من مظاهر قلة الحياء. أشباه رجال يا عباد الله يلبسون السراويل القصيرة التي لا تكاد تستر عوراتهم المغلظة، يمشون بها على شواطئ البحار، والأدهى والأمر أنهم صاروا يمشون بها في الأحياء والشوارع في أوساط المسلمين والمسلمات بلا حياء يا عباد الله. فأقول لهؤلاء: لما لبستم السراويل القصيرة؟ تريدون بذلك أن تتقوا حر الصيف، فهل اتقيتم حر نار جهنم؟ ولقد صدق بعض السلف لما قال: عجبا لمن يتقي حر الصيف في الدنيا، كيف لا يتقي باتقاء الذنوب حر جهنم يوم القيامة. وأشنع من هذا يا عباد الله هو تعري النساء، فإنه مظهر عظيم من مظاهر قلة الحياء في مجتمعنا المسلم، مع أن الحياء يا عباد الله هو خلق عظيم أولى الناس به. هو المرأة يا معاشر المسلمين، فإن زينتها وحليتها في الحياء يا عباد الله. وقد سمعتم أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر حياء نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ذكر العذراء لأنها أشد النساء حياء. أما اليوم في زماننا فلقد غاب الحياء من الفتاة العذراء، وليس هذا فقط، بل غاب حتى من الكبيرة الشمطاء. ولكم أن تتصوروا عباد الله امرأة بلا حياء، وبعدها تأملوا في مظاهر قلة الحياء في نساء المسلمين يا معاشر المسلمين. مظاهر لا تخفى على العقلاء: تبرج وسفور واختلاط بالرجال. ومما زاد في زماننا أن المرأة المسلمة صارت يا عباد الله تصور نفسها في فيديوهات في أجمل حلة، بل تستعمل البرامج التي تزيدها زينة وتنشر ذلك في الفيسبوك والتيك توك وغيرها من وسائط التواصل. أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إني لا أتكلم عن نساء الكفار، بل أتكلم عن نساء المؤمنين. إني لا أتكلم عن نساء الكفار، وإنما أتكلم عن نساء المسلمين. أتكلم يا عباد الله عن المرأة التي آمنت بالله ربا، عن المرأة التي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المرأة التي تؤمن بالقرآن الذي يقول الله جل وعلا فيه: يا أيها النبي الذي يقول الله عز وجل فيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. القرآن الذي يقول الله جل وعلا فيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. القرآن الذي يقول الله جل وعلا فيه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. القرآن الذي يقول الله جل وعلا فيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ألا فلتتق المرأة المسلمة ربها سبحانه وتعالى، ولتحرص على أن تتجمل بهذا الخلق العظيم، خلق الحياء الذي خلق هذا الدين، ولتكن كالنساء الصالحات